في حاجات بنعدي بيها مش بنعرف نوصفها بكلمة واحدة. مش تعبانة ولا مخنوقة ولا حتى مكتئبة. فيه حالة كده، زي ما تكون واقفة في نص الدنيا والدنيا ماشية حواليك، وانتي واقفة مش قادرة تتحرك ولا حتى تصرخي. مشهد شكله عادي، بس جواكي الدنيا منهارة. الناس شايفاكي بتضحكي، بتتكلمي، بتتصوري، لكن محدش سامع الزن اللي جوه دماغك، التقل اللي على صدرك، ولا الدمعة اللي محبوسة في عينيكي من غير ما تنزل. الموضوع مش دايما محتاج سبب. مش لازم أكون فشلت، ولا خسرت حد، ولا حصلت لي كارثة. أحيانا بتصحى من النوم حاسة إنك مش عايزة تعيشي اليوم ده، مش عايزة تتكلمي، مش عايزة تشرحي، ومش عايزة تبرري ليه تعبانه. في لحظات في حياتنا بنحس إن كل اللي حوالينا واقفين بعيد، مش شايفين إنك بتحاول، بتقاومي، بتعدي يوم ورا يوم، وإنك لو وقعت محدش فيهم هيمد إيده بجد. في ناس بتيجي تقولك خليكي إيجابية، بصي للنص الكويس، وإنتي بتبصي لهم وبتقولي في سرك يا ريت تعرفوا أنا بشوف الدنيا إزاي. عارفة إيه الصعب؟ لما تحاولي تشرحي للي حواليكي وما يفهموش، أو الأسوأ يستهزئوا، أو يقللوا، أو يقولوا أنتِ بتبالغي. طب إزاي أشرح حاجة مش باينة؟ إزاي أقول إن قلبي وجعني من غير جرح، وإني برجع من يومي عاوزة أنام مش علشان تعبانة، علشان أهرب، علشان ما فيش طاقة أعيش؟ بس رغم ده كله، في حاجة جواكي صغيرة جدا، بس بتمنعك تنهاري تماما. يمكن خوفك من تكرهي نفسك، يمكن نقطة نور صغيرة مستنياها تطلع، يمكن لحظة حب أو أمل، أو حتى شخص واحد بتتمني يكون في حياتك، أو يمكن إيمانك الصغير قوي اللي بيقولك ربنا شايفك حتى لو محدش تاني شايف. أنا مش بقولك قوي نفسك علشان تبيني قوية، بقولك قوي نفسك علشان أنت تستاهلي تعيشي حياة أحسن، تستاهلي تحسي بالأمان، بالراحة، بالفرحة اللي على قد قلبك. وعارفة، لو مفيش حد جنبك، فيه ربنا اللي حافظك، اللي بيشوفك بتعيطي وانت ساكتة، اللي بيسمع صوتك في الدعاء حتى لو ما قلتيش ولا كلمة. مش لازم تعملي كل حاجة صح، مش لازم تضحكي للناس، ولا تشرحي تعبك، ولا تثبتي إنك قدها. يكفي إنك بتحاولي، يكفي إنك لسه هنا، رغم كل حاجة كانت ممكن تكسر أي حد غيرك. لو في يوم حسيتي إنك خلاص مش قادرة، افتكري إن دي موجة هتعدي، مش عارفة إمتى، بس أكيد هتعدي. ويمكن تسمعي الحلقة دي وقت تكوني على الأرض فعلا، بس وقتها عاوز أقولك قومة، لو حتى خطوة واحدة بس. قومة علشان نفسك، قومة علشان في حاجات لسه حلوة مستنياكي. يمكن بعد شوية لسه الأمل موجود، حتى لو بعيد، حتى لو مش باين، هو جواكي لسه. في وجع مش بيبان في الأشعة، ولا بيطلب مسكنات، ولا ليه اسم في التشخيصات. هو وجع التعب من كل حاجة، من الكلام، من الناس، من التكرار، من الوشوش اللي بتعدي، من العلاقات اللي بتكسر حتة ورا حتة، ومن نفسك اللي مش عارفة تهديك. في وقت بيجي بتحسي إنك حتى مش قادرة تطلبي المساعدة، مش علشان مش عاوزة، لكن لأنك خلاص مش قادرة تفسري. تبصي حواليكي تلاقي الناس بتكمل، وانت بتحسي إن كل خطوة بتدفعي فيها عمرك. والأصعب لما الناس تبصلك كأنك بتهربي، متغيرة، أو مش متعاونة، ومحدش فيهم بيسأل يا ترى هي بتعدي بإيه. ممكن تكون تعبانة ومش عارفة تقول. في لحظة كده بتحسي إنك مش إنسانة، بقيتي روبوت بتنجز اللي عليها، تاكل، تضحك، تسلم، تشتغل، بس جواها لا في إحساس ولا في روح. وعارفة لما تحاولي تفضفضي وتلاقي اللي قدامك يقولك ما تهوني، غيري مودك، انزلي تمشي، اسمعي مزيكا، فتسألي نفسك هو ده بس اللي شايفينه؟ إزاي حاجة كبيرة جوايا تتحول لنصيحة 5 دقايق؟ بس مع كل ده انت لسه بتحاولي، لسه بتقومي، لسه بتغسلي وشك حتى لو بتعيطي بعدين، لسه بتفتحي الكتب أو الموبايل، يعني لسه فيكي نفس. كل مرة بتيجي تسمعي صوتك جواكي بيقول أنا تعبت، اعرفي إن ده مش ضعف، ده نداء روحك ليكي، بتقولك مشيتي كتير لوحدك، ارتاحي شوية. ده صوت الوجع مش بيحاول يكسر، ده بيقولك اسمعيني مش اهمليني. كل حد بيعدي من تجربة زي دي بيفتكر إنه الوحيد، بس الحقيقة نص اللي حوالينا بيتألموا بنفس الطريقة، بس ساكتين وبيخبوا زي ما انتي بتخبي. لو انتي سمعت الحلقة دي دلوقتي وفي دماغك مليون صوت بيقولك مش هتعدي، فأنا جاي أقولك هتعدي. مش علشان الدنيا حلوة، ولا علشان الناس بتفهم، ولا لأنك هتكوني قوية فجأة، لكن علشان جواكي نواة قوة ربنا زرعها.
اللي وصلتِ بيها لحد هنا وهتوصّلك لأبعد من كده كمان، حتى لو بالبطء، حتى لو بالعافية. خدي نَفْس، اسمعي القرآن، نامي شوية، ابكي لو محتاجة، وافتحي عيونِك تاني. في كل يوم بتعيشيه ربنا بيقول لك لسه في فرصة، ولسه أنا جنبِك. انتهت الحلقة؟ لسه لأ، اللي جواكِ محتاج وقت. فاسمعي الحلقة دي كذا مرة لو حسيتِ إنها منِّك، وسيبيني أكون صوت بسيط يطبطب عليكِ وقت الهدوء. وما تنسيش، لو ما حدش حاسس بيك، ربنا حاسس. ولو وقعتِ مليون مرة، يكفي إنك كل مرة حاولتِ تقومي. في شعور لما يسيطر عليكِ بيخليكِ تبصي في المراية وما تبقيش عارفة مين اللي قدامك، أنتِ والّا حد اتكسر من كتر ما حاول يفضل قوي، والّا حد اتحول لصورة بس بتضحك، بترد، بتشتغل، بس من جوه فاضية زي بيت قديم مهجور. كلنا اتوجعنا في أوقات، بس الوجع اللي ملوش ملامح ده أصعب. وجع العزلة وسط الزحمة، وجع إن صوتك يترد عليك بصدى مش بإجابة، وجع إنك تبقى جوه الناس بس مش معاهم، كأنك شبح بيتفرج عليهم من بره. المؤلم بجد لما تبقى عايزة تحكي وتخافي تزعلي حد، أو يحكم عليكي، أو يقلك كلمة تكسرك أكتر من اللي جواكي، فتسكتني وتسكتني وتسكتني لحد ما الألم يبقى هو اللغة الوحيدة اللي بتفهميها. والناس بتشوف الظاهر، انت مش بتضحكي، مش بتنزلي، شكلك عادي. ومين قال إن الشكل بيحكي الحقيقة؟ في ناس بتخبي دموعها بشطارة لأنهم تعبوا من الشرح، تعبوا من كلمة انت بتفكري كتير، تعبوا من التقليل ومن اللي بيشكك في إحساسهم وكأنهم بيبالغوا. بس عارفة إيه؟ كل ده مش ضعف، انت مش ضعيفة، انت مش دراما كوين، انت إنسانة بتتألم وبتتحمل وبتحاولي تعيشي رغم كل ده. انت بقيتي أقوى من اللي كنت متخيلة. كل مرة لبستي وش طبيعي وانت جواك بينهار، كل مرة ضحكتي مجاملة وانت عايزة تصرخي، كل مرة قلتي أنا كويسة وانت مش قادرة تتنفسي. دي مش لحظات ضعف، دي لحظات نجاة. والله مش دايم كده، فيه نور في آخر السكة، ولو كان بعيد دلوقتي بس هو جاي. يمكن ربنا مأخر الفرج علشان لما يجي تحسي قد إيه كان غالي، وقد إيه أنتِ كنتِ قادة، وقد إيه أنتِ صبرتِ بصمت. بس أنتِ صبرتِ، رسالة مني ليكِ. لو ما حدش بيطبطب عليكِ، طبطبي على روحِك. قولي لنفسِك أنا شُفت أيام صعبة وعدّيت، أنا اتكسرت ووقفت، أنا حبيت بصدق واتوجعت بصدق، ولسه باقدر أدّي بصدق. ولو النهارده تقيل، بكرة مش شرط يكون أخف، بس هيكون خطوة، خطوة ناحية شفاء أو نور أو حتى راحة بسيطة، بس هي خطوة. في الآخر اوعي تنسي، اللي اتخلق جواكي من صبر أقوى من أي حاجة اتكسرت حواليكي. وكل وجع بتمر بيه هو شهادة إنك عايشة، وإنك بتحاولي، وإنك مش لوحدك. عارفة لما توصلي لمرحلة ما تبقيش عايزة تشرحي لحد، مش لأن مفيش وجع، بس لأنك حكيتِ كتير قبل كده ومحدش فاهم. كأنِك كل مرة بتفتحي قلبِك حد بيدخل عليه برجليه ويقعد يفتش فيه ويحكم ويقفل الباب بعنف وسايبِك تلمّي الكسر لوحدِك. فقررتِ تسكتي، تسميه تعب مش مهم، تسميه انعزال مش فارق. بس الحقيقة ده حماية، حماية لنفسِك من خذلان جديد. الموضوع مش دراما ولا تمثيل اكتئاب زي ما ناس بتقول، ولا إنِّك بتدلّعي. الموضوع إنِّك محتاجة حضن مش كلام، محتاجة تبُصّي لحد تلاقي في عينيه أنا فاهمك ومش هاسيبك. مش حد يسألك هو أنتِ كده ليه؟ هو فيكِ إيه؟ ما تقومي تبقي زي الناس. الناس بتنسى إن في ناس بتعيش على أطراف نفسها كل يوم بتفكر أكمّل والّا كفاية كده؟ بس رغم ده كله، في لحظة صغيرة بسيطة بتبقي فيها لوحدك وتسمعي صوتك الداخلي بيقول أنا لسه هنا، لسه عايشة، لسه باحاول، لسه عندي حلم صغير نفسي أحققه، لسه باحب بصدق، ولسه عندي إحساس إن ربنا شايفني حتى لو الناس مش شايفين. كل مرة عملت حاجة بالعافية، كل مرة عملتِ أكلك وأنتِ مش قادرة، كل مرة كملت فيها وأنت دموعك مش نشفت. دي بطولات مش بتتصور، بطولات الصمت اللي ولا حد بيشوفها ولا حد بيصفق ليها، بس أنتِ عارفة قيمتها. خليكِ ماسكة في أي نور، حتى لو كان خيط بسيط. أوقات النور ده بيكون صوت أو دعوة أو فكرة بسيطة بتخطر في بالك وقت انهيارك، بتقولي فيها لنفسك استحالة كل ده يعدي من غير معنى. هو ليه معنى؟ حتى لو مش باين دلوقتي، حتى لو الطريق ضلمة، حتى لو الناس حواليكي كلهم بيمشوا وانتي واقفة. ربنا بيبني فيكي حاجة، وأوقات البناء بيكون جوه الهدم. مش مهم تبقي مثالية، مش مهم تحققي كل اللي بيتقال لازم يتعمل. المهم إنك تعيشي صح، على قدك.
تبقي إنسانة، مش نسخة مزيفة من توقعات الناس. تبقي أنتِ بتضحكي لمّا تحبي، وبتعزّلي نفسِك لمّا تتعبي، وبترجعي تاني، حتى لو الدنيا وقعت عليكِ 100 مرّة. ولمّا تيجي لحظة اللقاء الحقيقي، سواء بنفسك أو بحلمك أو بحد يستاهلك، هتعرفي إن كل التعب ده كان تمهيد لشيء حقيقي، طاهر، يستحق.